اقتربت الساعة من منتصف الليل في مدينة القصر الكبير شمال المغرب. يتولى العريس شخصيا في ليلة العمر استقبال ضيوفه وبحرارة. فرح، دهشة، حزن على فراق مرحلة، أيضا غموض، إبهام يلف مرحلة مقبلة، الكثير من المشاعر المتناقضة، يعني أشبه امرأة تعاني المخاض. بالشاي الأخضر المغربي مع النعناع وبحلويات تقليدية مغربية يرحب العريس بضيوفه الكرام من الرجال من الذين أخذوا أماكنهم استعدادا لليلة من الفرجة والاحتفال. فصل بين النساء والرجال، وهذا عرف في المنطقة الشمالية أنه لا يمكن أن يكون العرس مختلطا. ثانيا أنا أخضع لإملاءات الوالدة طبعا التي هي من يحدد أيضا القواعد والقوالب التي سيتم بها الاحتفال من جهة، ومن جهة أخرى الوالدة هي سيدة أصيلة. ينبغي أن ينتقل إلى جميع الأصدقاء والأحباب وأن يقبلهم وأن يهنئهم على حضوره معهم، وكذلك يحاول من خلال هذه العلاقة التواصلية معهم أن يبين لهم بأنه سيكون في مستوى المرحلة القادمة. يشارك ضيوف العرس في أول وصلة رقص جماعية في رسالة مباشرة إلى العريس أنهم فرحون من أجله، وأن تلبيتهم للدعوة هي للفرح الجماعي في ليلة العمر. الليلة كانت في منتهى الحميمية وسط ثلة من الأصدقاء والأقارب والأحباب، والعرس كان ذا طبيعة تراثية محلية ينهل من طقوس الأعراس الشعبية في مدينة القصر الكبير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى في ليلة العريس أقوى لحظة هي الحناء. الإعلان الرسمي بحسب التقاليد في شمال المغرب أن حياة العزوبية انتهت، وأن حياة جديدة بدأت، حياة أسرية سقفها المسؤولية. هذا الطقس أنتظره بشغف. أيضا هذا الطقس مارسه أخي الذي تزوج قبلي، ومارسه والدي، ومارسه أعمامي وأخوالي، وأنا كنت حاضرا عليه. وطبعا لا يمكننا أن نخرق جزءا من القاعدة أو تفصيلا من التفاصيل. لما لا نعيد الاعتبار لهذا الطقس؟ اليوم أصبح العرس يشبه وجبات السريعة الفاست فود. اللحظة النهائية للعرس عندما يتم ما نسميه بتحفيظ العريس. مفهوم تحفيظ العريس بمعنى أنه يتم رفع مجموعة من الأهازيج على نمط الله حافظه من كل منتقم، ومجموعة من النصوص التي تعني بأن هذا العريس هذه هي آخر لحظة في حياته في عالم العزوبية.
بعناق حار جدا يبارك الأصحاب من المعازيم للعريس دخوله الحياة الأسرية الجديدة والقفص الذهبي للزواج في ليلة تصبب فيها الجميع عرقا بعد رقص استمر حتى الصباح. حريصون هم المغاربة على الحفاظ على التقاليد العريقة والقديمة وعلى نقلها بين الأجيال. ليلة العمر عند العريس في ثقافة شمال أهل المغرب لا تزال مبصومة بالحفاظ على ما تركه الأجداد. Yeah.